بسم الله الرحمن الرحيم. سيد المستشار، بالنسبة لسؤالكم في صيغته المكتوبة فهو متوجه إلى الإجراءات والاستراتيجية التي تحاول وزارة العدل من خلالها أن تشتغل في إطار محاربة الفساد. لا بأس أن أقول بأن موضوع الفساد والرشوة هي من المواضيع المزمنة الخطيرة التي ينبغي أن نواجهها حكومتان وبرلمانان ومواطنين، وأعتقد بأن دور المواطن في هذا الباب حاسم، ولذلك ما فتئنا نشجع المواطنين من أجل التبليغ عن الرشوة. ومتى كانت هناك مواطنون يتحملون مسؤولياتهم دائما النتائج تؤدي إلى ضبط الأشخاص الذين يقومون بمخالفة القانون، وآخرهم شخص في منطقة من مناطق الغرب بحيث مقاول بلغ، فكان هناك ضبط للحالة بالتلبس. هنايا أشير إلى أن عندنا قانون حماية المبلغين، ولكن قانون حماية المبلغين لا يحمي إلا الشخص الذي يبلغ السلطات العمومية، وليس الشخص الذي يقوم بالتبليغ بطريقة أخرى غير طريقة تبليغ السلطات العمومية. وزارة العدل والحريات تؤكد على أهمية دورها في محاربة الرشوة، ولذلك عندنا الأقسام المتخصصة في الجرائم المالية، وطبعا فيها الجرائم الرشوة في كل من الدار البيضاء، الرباط، مراكش وفاس. الآن وقد سبق لي أن أعلنت عن ذلك، نحن بصدد إنشاء أو تأسيس مع الجهات المختصة في الداخلية شرطة جهة قضائية جهوية على هذه المستويات الأربع، نشتغل على تأهيل القضاة، سواء قضاة التحقيق أو القضاء الجليس أو القضاء الواقف في هذا الباب، لأنه ينبغي أن يكون تأهيل خاص. لكننا لا نعتمد فقط ذلك، بحيث أننا الآن نشتغل على تفعيل التوصية المهمة التي جاء بها ميثاق إصلاح منظومة العدالة، والمرتبطة بالأخذ بعين الاعتبار إن اقتضى الأمر مظاهر الثراء التي لا تتناسب مع الدخل المشروعي المعني بالأمر. هذه التوصية الآن اللي بدينا فيها في موضوع في علاقة المجلس على القضاء بالقضاة، هناك أيضا توجه باش أن نعموها على جميع المواطنين، ولو عممناها ستكون مدخلا يعني جيدا وحاسما في محاربة الرشوة. أضيف إلى ذلك أننا في وزارة العدل والحريات نشتغل على مشروع، هذا المشروع هو أن يكون هناك واحد الوصلة إشهارية من خلالها نثير انتباه المواطن إلى وجوب التبليغ عن طريق رقم هاتفي معين. إذن هي إجراءات عديدة، ولكنني ونظرا لضيق الوقت أكتفي بذكر هذه كلها ترنو إلى محاربة الفساد وخاصة من الرشوة. وشكرا. أنا السيد المستشار أعرف هذاك الملف جيدا. هذاك الموظف ما كيقولش بأنه هو بلغ. علاش كتجي تقول هو كيبلغ؟ هو أمام المحكمة وأمام الشرطة كيقول لك أنا ما قمتش بهذا الشيء، وكنجيو نقولوا أنه هو قام بهذا الشيء. أنا أقول لك من الناحية القانونية حماية المبلغين والشهود حينما يتم التبليغ بالسلطات العمومية، وإذا كان هناك تدحرج في الرتبة، نعم الحكومة مسؤولة، لا نتهرب مسؤوليتنا. شكرا. ولكن لي واش حنايا كبرلمانيين وكمواطنين مسؤولين؟ الجميع مسؤول. شكرا سيد الوزير. الجميع مسؤول. انتهى الوقت.